انت عارف انك تستحوذ على عميل جديد ده بيكلفك 5 مرات اكتر من انك تحتفظ بعميلك الحالي. وعشان نفهم ده بيحصل ازاي لازم نفهم حاجتين مهمين قوي. اول حاجه الاكوزيشن، يعني الاستحواذ على عميل جديد، وده بنقيسه بحاجه اسمها الكاك، كاستمر اكوزيشن كوست. اما الحاجه الثانيه فهي الريتنشن، يعني كام عميل رجع لي تاني، وده بنقيسه بحاجه اسمها ال LTV، اللايف تايم فاليو، يعني اجمالي الفلوس اللي بيدفعها لك العميل خلال فتره زمنيه محدده. خلينا بقى ندي مثال ونحسبها عشان هتتبسط قوي من اللي جاي. لو افترضنا ان الكاك بتاعك 500 وال LTV 700 يبقى هامش الربح بتاعك 200 جنيه. لكن لو الريتنشن زاد 20% بس ممكن ال LTV بتاعك بدل 200 يوصل 1200 جنيه. طب ازاي؟ بص، لو العميل اشترى منك مره واحده ب 500 جنيه فده يعتبر ال LTV بتاعه. لكن لو نفس العميل ده اشترى 5 مرات يبقى نفس ال LTV ده 2500 جنيه. شايف الفرق؟ لا، وهامش ربحك اتضرب في 5. وخلي بالك انت مش مضطر تدفع نفس الفلوس كل مره عشان البيعه تتم. طب ازاي نوصل لده؟ دول 5 طرق اساسيه تقدر توصل بيهم لده. رقم 1، الكاستمر اكسبيرينس. العميل لازم يحس ان التعامل معاك سهل وسلس من اول الشراء لحد خدمه ما بعد البيع. تاني حاجه الايميل والواتساب ماركت. فكر دايما العميل بيك، عروض، محتوى، منتجات جديده. تالت حاجه هي اللويالتي بروجرامز، زي النقط، الخصومات، الكاش باكس للعملاء الحاليين. ده يخلي العميل يقول طب ما اشتري منهم تاني. رابع حاجه بقى هي الكوميونتي. لو قدرت تبني مجتمع حوالين البراند بتاعك العميل مش بس بيشتري، لا ده هيبقى لويل وفان للبراند بتاعك. رقم 5 بقى هي ابسطهم واهمهم، وهي البرودكت كواليتي. ابسط سبب يخلي العميل يرجع يشتري منك تاني هو ان المنتج يبقى كويس. مفيش ريتنشن بينفع مع منتج سيء. الخلاصه، لو عايز البيزنس بتاعك يكبر بجد ما تركزش بس على الاكوزيشن، ركز على الاكوزيشن والريتنشن، لان العميل الحقيقي مش اللي بيشتري مره، العميل الحقيقي هو اللي بيرجع لك تاني. كده انا شرحت لك ببساطه الاكوزيشن والريتنشن، ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر اعمل لنا فولو.